أعلن المتحدث باسم المقاومة الفلسطينية في خطاب مساء اليوم الثلاثاء استخدام طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة. ومن خلال هذا التقرير نستعرض سلاح طوربيد العاصف الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية في حربها ضد القوات الإسرائيلية. يعرف طوربيد العاصف بالرعاد أو النساف أو الطوربيل أو الطوربيد. والطوربيد هو صاروخ لمحاربة السفن، ويمكن إطلاقه من غواصة أو من طائرة، وميزته أنه يعمل تحت الماء. يمكن أن يتحكم في الطوربيد عن طريق سلك موصل بالغواصة أو بدونه. وأضاف المتحدث باسم المقاومة: استخدمنا طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة. عملياتنا الدفاعية متواصلة وما زالت في بداياتها، وما يزال في جعبتنا الكثير. كيفية عمل طوربيد العاصف؟ الطوربيد هو سلاح بعيد المدى تحت الماء، يتم إطلاقه فوق أو تحت سطح الماء، ذاتي الدفع نحو الهدف، وبرأس حربي متفجر مصمم للانفجار إما عند ملامسة الهدف أو بالقرب منه. ويمكن إطلاق الطوربيد من الغواصات أو من السفن أو الجو أو من قبل عناصر بشرية على الأرض. إذا انفجر الطوربيد على مسافة من السفينة وخاصة تحتها، فإن التغير في ضغط الماء يتسبب في اهتزاز السفينة، وغالبا ما يكون هذا النوع من الانفجار أكثر فتكا إذا كان قويا بدرجة كافية، مما يتسبب باهتزاز السفينة بأكملها بشكل خطير وتقلب كل شيء على متنها، ويساهم في انفصال المحركات والكابلات. وعادة ما تغرق السفينة التي تتعرض لاهتزازات شديدة بسرعة مع وجود مئات أو حتى آلاف من التسريبات الصغيرة في جميع أنحاء السفينة. سرعة طوربيد العاصف: تعد سرعة الطوربيد أقل بكثير من سرعة الصاروخ، فهو يحمل رأسا ثقيلا من المتفجرات، لذا فسرعته تتراوح من 100 إلى 500 كيلومتر في الساعة. وقد قام المهندسون بزيادة سرعة بعض الطوربيدات إلى سرعة 800 كيلو في الساعة. وقد استلهم الباحثون فكرة تطوير الطوربيد من سمكة الباراكودا. تاريخ الطوربيد: يعد المخترع الرئيسي للطوربيد هم المسلمون، مما قدمته الحضارة الإسلامية إلى العالم، ومنها الطوربيد، والذي اخترعه عالم اسمه حسن الرماح. ولم يكن يسميه طوربيد، ولكن سماه البيضة التي تطفو وتحرق، أو البيضة الطافية الحارقة.